السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو نتوما في اتم الصحه والعافيه، وعواشر مبروكه ورمضان مبارك كريم علينا وعليكم ان شاء الله، بالصحه والسلامه والعتق من النار ان شاء الله لينا وليكم باذن الله وقوته. خرجت للطبيعه ولقيت بعض الاعشاب او حشائش الارض اللي كتفكرنا في الطفوله، ومن بينها هو هذا. وبما ان الاغلبيه دابا مشغول مع تحضيرات رمضان، فقلت لما لا نتقاسم معكم مناظر من الطبيعه وبعض الحشائش اللي كيعرفها راه غادي يتفكرها ويتفكر ايام الطفوله، واللي ما كيعرفهاش غادي يتعرف عليها لاول مره. هذا اللي كتشوفوه في الفيديو كنت حطيته في المنتدى، والاغلبيه تبارك الله عقلوا عليه بانه هو هذا كريمبوش وايام الطفوله، وملي كنا كنجمعوه من وسط القمح، حقول القمح، من وسط الحقول ديال الازهار. هذا هو الشكل ديالو، وكيكون الشكل ديالو من الداخل بحال الحلبه، ولكن الحجم ديالو كيكون اكبر. دابا راه بدا تيتواجد في الطبيعه مع الوقت اللي تيكبر، مع الوقت اللي تتكون فيه يعني السنابل طلعات في هاد الوقيته، يعني كيبدا من هاد الوقت حتى شهر ابريل. ولا كنتو كتعاقلوا كاين حتى في زمان ماما الله يعطيها الصحه قالت لي راه كان تيتباع الربيطه، كانوا كيبيعوه بدرهم، ربيطه بدرهم ديال كريمبوش. وحنا كنا كنجمعوا غير هكاك من الطبيعه وكناكلوه، ونجيبو معنا ثاني مازال للدار باش تذوق منه ماما ويذوق منه بابا الله يرحمه. هذه مناظر من الازهار. والله الجو رائع بزاف هاد الايام، وكل ما خرجتوا لي كل ما كتستافدوا اكثر واكثر. فسبحان الله الطبيعه راه ممكن تاخذوا منا اي حاجه، غير بمجرد ما اننا كنبداو نتعرفوا على بعض الاعشاب وبعض الحشائش فكنوليو كنخرجوا مباشره، غير كنلقاوها كناخذوها تلقائيا، يعني ما كنبقاوش نفكروا، عارفينها لاش تطليق، عارفين معايا اش غادي ناكلوها، مع اش غادي نوجدوا، اشنو غادي نوجدوا بها. وحنا كريمبوش راه جمعناه ديك الساعه كليناه، وهذه حلاوته، كتاخذوه من الحقل وكتاكلوه مباشره. هكذا كانوا كيتباع في هاد بحال هكا، كيتباع هو في السلك ديالو، كل حبه او كل سلك كتكون فيه 4 5 الحبات. كاين بعض الحبات اللي نتجو، كاين اللي مازال باقيين هذاك البذور ديالها لداخل مازال ما كبرات. وغادي نمشي نوريكم الشندقوره. راه نزلت على تقريبا شي 3 الفيديوهات على القناه، لانها مفيده بزاف الامراض المناعه الذاتيه، ومفيده للجهاز الهضمي بصفه عامه، ومفيده لتنظيف الكبد من السموم، مفيده لتنظيف الرحم من التكيسات. وخاصه هي معروفه اكثر للجهاز الهضمي اللي عنده مشاكل في الهضم او عسر في الهضم، فهي مفيده بزاف. وفي هذه الفتره هذه كيف ما قالت لي ماما الله يعطيها صحتها، قالت لي راه هذا هو الوقت اللي يعني كتستهلك فيه بزاف الشندقوره، لانها كتكون مازال ما ولاتش مره بزاف. في شهر 5 كتكون ولات مره بزاف، يعني كتكون صعيب انكم تناولوها في ضمن المخبوزات. فشهر 3 هي من بدايه فصل الشتاء، مجرد ما تتبدا كتكون المذاق المرورة قليل بزاف. دابا كتحسوا به ولكن ماشي مجهد بزاف، وكل ما طالت المده وشافت الشمس ونشفات عليها الارض كل ما كتعطي هذيك المرورة ديالها. فكتضيفوها المخبوزات، كتضيفوها للحساء، وهاد الايام في رمضان ان شاء الله ممكن انكم تضيفوها للحساء ديال الافطار، فهي مفيده بزاف. ودابا غادي نمشيو للتبش او النافع البري اللي هو هذا. هنا ما لقيتش، لقيت غير الاوراق، مازال ما دارش البذور، فخديت غير الاوراق. غادي ناخذهم، ممكن انني نجففهم نحتفظ به ونخدم به مجفف، وممكن تضيفوه لاطباقكم بحال القزبر، بحال المعدنوس. وهذه هي الموسميه ديالو، راه موجود تبارك الله في الطرقات، موجود في الحقول، غير مجرد ما كتعرفوا انكم تميزوه بينه وبين واحد العشب اخر اللي كيخرج ازهار صفراء. هذا حتى هو البذور ديالو من الفوق كتكون صفراء، ولكن شكل اخر كيكون كيشبه ليه.
اما هو التبش ريحته راه كتكون مجهده، راه بحال البسباس، وكيقول لي حتى البسباس البلدي. هو بسباس، شكل الاوراق راها بسباس، ولكن الجذور راه ماشي بحال البسباس. تبارك الله موجود الخير في الطبيعه. ما شاء الله، ملي نزلت الشتاء او التساقطات الاخيره، فتبارك الله الارض خضارت، وموجود الكثير من هذا الشيء. تاخذوا ويشيط عليكم، يعني تاخذوا القياس اللي غيكفيكم، ويبقى الخير تبارك الله في الطبيعه. بغيت نوريكم غير هاد المنطقه شحال لقيت فيها تبارك الله ديال التبش او البسباس البري او النافع البري، هو هذا. كاينه تبارك الله حتى من الريوت، دابا مازالها فتيه. الا بغيتو تدخلوها في المخبوزات غير ما تكتروش منها، ورقه او جوج وريقات، لان الفائده فيها ماشي في الكميه. دائما هادشي كناخذوه بكميات قليله، ما عدا مثلا هاد البسباس او الاوراق ديال النافع البري، فممكن انكم تضيفوها بحال القزبر والمعدنوس. ولا بغيتو تضيفوها حتى المحشي فهي كتجي بنينه. وهاد التبش كذلك كيتواتى مع السمك، كيجي لذيذ، فضيفوه كذلك للسمك. ولا بغيتو تضيفوه حتى للسردين فحتى هو تيجي به بنين او لذيذ. وتبارك الله الجمره موجوده. الجمره هي ديك الازهار البرتقاليه، ممكن انكم تجمعوها. لا بغيتو تجمعوها وتستعملوها، تنشفوها اولا حتى تنشف مزيان في الظل، ما تنشفش في الشمس. ومن بعد كتستعملوها كمصيره مع الزيت، مع زيت حلوه، ممكن زيت الزنجلان او السمسم، او ممكن زيت اللوز، وكتخليوها 40 يوم تقريبا. ومن بعد كتبداو تستعملوها لاغراض تجميليه. وهذا بالرمرام حداه الخبيزه. بالرمرام دائما كيتستعمل مع الخبيزه، غير ما تكتروش منه حتى هو، لان فيه نسبه عاليه من الصابونين. ولا سولتوا اي امراه كبيره في السن في الباديه، فالا قلتوا لها على بالرمرام غتقول لك ديري في الخبيزه، ضيفوه الخبيزه، ولكن ما تكتروش منه باش تفاداو الاسهال. فاللي عنده الامساك هو مفيد بزاف بزاف الا ضفتوه مع الخبيزه بالضبط. هو دائما تيضاف مع الورقيات الاخرى، يعني ما كيتكلش بوحدو. هو هذا دابا تبارك الله تا هو موجود في الطبيعه، وبدا تيدير هذيك البذور ديالو. وهذه الحصيله ديال الاعشاب اللي خديتها من الطبيعه. تبارك الله الخير موجود. مازال ان شاء الله غادي ننزل لكم فيديو اخر حتى هو من بعض الاعشاب وبعض الاوراق اللي خديتها حتى هي من الطبيعه. فهذه هي الفتره اللي ممكن انكم تبداو تجمعوا فيها بعض الورقيات، وخاصه الناس اللي في المدن. يعني الا خرجتوا للطبيعه جمعوا بحال هادشي وخزنوه عندكم. يا اما كتنشفوه كتستعملوه منه وهو طري باش تستافدوا منه اكثر، وباش يبقى عندكم عاود باش تستعملوه على مدار السنه، فكتجمعوا منه وكتنشفوهم دائما في مكان فيه المجرى ديال الهواء، ويكون فيه الظل، يعني ما يكونش معرض لاشعه الشمس، باش يبقى حتى فيهم هذاك الكلوروفيل ديالهم، وتبقى الفوائد ديالهم فيهم، يعني ما يتاكسدوش مع اشعه الشمس. وهذه باقي المناظر من الخضوره. الناس الزماكه كيقولوا ملي كيملوا او كيعياو من الجدران او من الحيوط ديال الدار، كيقولوا نخرجوا برا نخضروا عينينا. وفعلا كتفيد بزاف الصحه النفسيه والجسديه. وها هما وريقات ديال التين او الباكور بداو تيطلعوا، لان دابا مارس. واللي مازال ما زرعوش او ناويين انهم يزرعوا بعض الكروم بحال الرمان، التين، العنب، فديال الفتره بقى لكم غير شهر مارس ان شاء الله، باش اللي مازال ما زرعش يبدا يزرعهم دابا ويستافد منهم ان شاء الله الرحمن الرحيم فيما بعد. يعني من بعد ان شاء الله 5 سنوات فكيبداو يستافدوا منهم. وهذه باقي المناظر. كذلك هذه لقطات من الفول، مازال ما دارش، يلا بدا تينور كما تنقولوا. هذا فول بوري
بدون سقي. يلا فيه يلا بدا تيدير الورد ديالو، مازال ما عطاش الغله. ان شاء الله يكون هذا الفيديو كان مبهج ممتع بالمناظر اللي فيه، وبعض المعلومات او بعض الورقيات اللي او بعض الاشياء اللي كنا كناكلوها وحنا صغار وافتقدناها وحنا كبار. فخرجوا للطبيعه ان شاء الله غادي نتلقاوها. وان شاء الله يكون هذا الفيديو كما قلت لكم ممتع، لان المتعه ديال الخضوره ما عندها حتى ثمن. ونتلاقاو في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.